اهلا كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نصوب معكم هاد الكرواسه كتجي زوينه ومفتوشه وبمقادير اللي هما ساهلين متوفرين في كل بيت. بالنسبه للمقادير كنديروا كاس ديال الفينو، 4 الكيسان ديال الدقيق الابيض ولا الفورس، كنزيدوا نص كاس ديال الزيت، 3 المعالق كبار ديال سنيده، قبيصه ديال الملح، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، خماره وحده. وكنجمعوا الخليط بكاس ديال الحليب مخلط هو وكاس ديال الماء، هما باش كنجمعوا الخليط. بالنسبه للسنيده انا درت 3 المعالق، نتوما من الاحسن ديروا 4 باش تجي حلوه شويه، انا جاتني بحال ناقصه من الحلاوه. من الاحسن ديروا نتوما 4 المعالق كبار. هنايا راه العجين قسمناه ل 15 كره، وكنشدو دوك الكويرات كنبسطوهم مزيان وكندهنوهم بالزبده، غير الزبده بوحدها، من الاحسن تكون بحراره المطبخ باش كتجي رطبه الزبده. اي زبده، الزبده الحيوانيه ولا اي زبده متوفره عندكم راه كتجي زوينه، ولا اللذة ولا اي زبده عندكم، راه لا بريري اي زبده كتجي زوينه في هاد الكرواسه. كنبسطوا هذوك الكرات مزيان وكنربعوهم بحال المسيمنات وكنخليوهم يرتاحوا شويه. من بعد عاد كنعاودوا عاوتاني نبسطوهم وكنقطعوهم كما تشوفوا معنا في الصوره. غادي نتقطعوهم وديروا طريفات ديال الشكلاط، اي شكلاط متوفر عندكم ديروه راه كيجي زوين. كديروا الشكلاط صافي وكتروليو هذاك العجين وكتخليوها حتى كتخمر مزيان، وعاد كدهنوها بالصفر ديال البيض وتدخلوها للفران على نار مهيله باش تاخذ حقها في الطياب. من الاحسن الا كان الفرن ديال الغاز راه نقصوا ليهم وديروهم يطيبوا الفوق مزيان حتى كتشوفوهم راه خداو داك اللون الذهبي، وعاد هبطوهم لتحت باش يتحمروا. وكنتمنى كاملين نجربوا هاد الكرواسه، راه كتجي رائعه وحسن كاع من ديال المخابز، شي حاجه اللي غتعجبكم بزاف وغتعجب الوليدات وشي حاجه اللي زوينه. وكنتمنى تجربوها، راه ما فيهاش حتى شي مقادير غاليين، يعني داكشي بسيط ومتوفر في كل بيت وبالصحه والراحه ونتمنى نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر. في الاخر ما قلتش لكم دهنتها بالعسل ودرت رشيت عليها الكوك، واللي بغى يدير اللوز، اللي بغى يدير كاوكاو، اي حاجه راه كتجي زوينه. المهم انا كنفضل العسل والكوك. يلا مع السلامه ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.